مواويل وقصص اليوتيوب اللي مش بتخلص ابدا ابدا ابدا، يعني الواحد يعني والله ما بقى عارف يعني يقول لكم ايه. الواحد يغيب يومين يلاقي مشاكل ومواويل وقصص. إشي نقة وحكايات نقة، إشي كمان ست دودو وعمي أسامة بيهدد دودو يا ولاد، ودودو بتهدد أسامة يا ولاد. إيه يا جماعة، ما ترسلكم بقى على حل، عندكم حاجة طلعوا قولوها وخلصونا، بدل ما احنا في المواويل اللي مش بتخلص من أولها لآخرها. كمان الست صدفة وحكايات صدفة وحملها الذي لا ينتهي، مش عارفين نهايته امتى. يعني بقى خلينا نخلص اذا كان في بيبي ولا ما فيش بيبي، في بيبي ولا ما فيش بيبي يا بنتي يا صدفة. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المتابعين في بيتكم التاني سهام وبيتها وكنوزها. منورين يا كنوز سهام منصور، وحشتوني كتير 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 والله بجد حقيقي مش عارفة اقول لكم ايه. طبعا الواحد يعني الباقات اوفر قوي يا جماعه، والله العظيم حقيقي. يعني ده طلع الراوتر والنت بتاع البيت ده حاجه يعني نعمه نعمه نعمه، واللي يكرهها يعمى. اه والله العظيم بجد موضوع الباقات ده مرهق جدا ومكلف جدا. ولكن نبتدي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مواضيعنا النهارده عندنا 3 مواضيع هنتكلم فيهم: الست دودو، صدفه، وكمان نقيتي حبيبه قلبي. وقبل ما نبتدي ونقول أي حاجة ندعي لإخواتنا في غزة، أهل فلسطين، ربنا ينصركم، ربنا يرد لكم حقكم رد عزيز مقتدر، ربنا ينصركم نصر يتعجب لها أهل السماوات والأرض، اللهم آمين يا رب العالمين. جمعة مباركة كانت امبارح عليكم، ربنا يجعل كل أيامكم أيام مباركة. الست دودو، طبعا أسامة بقاله كام يوم بيطلع لايفات وبيهدد وبيتواعد إنه هياخد حقه. طب إيه هو حقك؟ إحنا والله العظيم ما إحناش عارفين. يا تطلع وتقول لنا إيه موضوعك، يا إما تسكت وتريح نفسك وتشوف قعدة ناس وقعدة كبار وتخلصونا من الهري والنكت اللي ملوش أول من آخر. رجوع غزة طبعا لدودو في السر في التكتمي كده يا ولاد، والله العظيم. والدليل ايه بقى؟ الدليل طلعت دودو امبارح في وقت اللي اسامه نزل فيه اللايف، وقال اني انا بتهدد، واني انا الانستجرام بتاعي اول ما قلت انا طالع لايف بعد نص ساعه اتقفلت له الصفحه، واني كمان في حد كلمه وقال له انه هتتقفل لك الصفحه، فاستنى بس لما اقبض منهم وبعدين اقفلها لك يعني. فانا مش فاهمه يعني هو اسامه عايز ايه؟ اسامه عايز يرجع لدودو او يتجوز دودو غصب عنها؟ غزة عدم ظهوره برضو حاجة يعني مش مفهومة. ولكن اللي أنا فاهماه واللي أنا من فيديوهات دودو اللي شفتها، أو من الفيديو الأخراني اللي شفته بتاع السبانخ، الفيديو بتاع امبارح، اللي حصل إن أسامة طلع من يومين، يوم الأربع بتهيألي، وقال إني أنا هعمل لكم فيديو يوم الجمعة بس لما أشوف بس إيه اللي هيتقال وإيه اللي هيتعاد. طلع امبارح أسامة عمل لايف وكان بيتشكى وبيتوعد وخايف، وكل شويه عينه جايبه الشارع، محسسني زي ما يكون ان في حد هيخش يهجم عليه. فقاعد كده الراجل مش مركز في اللايف ولا مركز في اللي بيقول، والله العظيم ولا مركز في اللي بيقول. بيقول ايه يا عم اسامه؟ بيقول انا جاني تهديد من واحده وعندي ومش هقول، ولا ما فيش وما عنديش وهقول، وفي سيل من الفيديوهات لمده سنه قدام كده ان شاء رب العالمين هينزل. والله اللي انا عايزه اقوله في كل التهديد اللي انت عمال، او تلقيح شغل النسوان ده شغل النسوان، ولكن هي تستاهل عشان هي اللي طلعتك على الميديا. ولو اتذكر اول لايف قعدت تقول يا جماعه انا ماليش في شغل الميديان، انا معرفش في شغل الميديان، بسم الله ما شاء الله. قعدت دلوقتي وبقيت فاهم في شغل الميديان وبقيت عارف في شغل الميديان. واللي انا شايفاه واللي انا فاهماه ان انت بتهيألي حاليا بتساومهم بفلوس، يا اما يدولك اللي انت عايزه، يا اما هتطلع تتوعد وتطلع تحكي وتطلع الاسرار، وهتطلع لنا سيديهات سيديهات سيديهات، حكايات حكايات حكايات. بصوا يا جماعه، الموضوع فيه قصه كبيره، الموضوع فيه حكايه كبيره، الموضوع فيه ان اسامه معاه حاجات لدودو، ايا تكون ايه هي الحاجات. انا طبعا مش حابه طلعته لان الرجاله ما بتخلصش المواضيع كده. حضرتك لو انت شايف انها غدرت بيك وضحكت عليك ولعبت بيك، فهي بصراحه يعني هي دي شغلانتها، وهي تستاهل لان هي اللي عملت كده في نفسها.
هي اللي خلتك تطلع، هي اللي خلتك تتكلم عليها، هي اللي خلتك تقدر ان انت تهددها. وهتقولي لي يعني يا سهام ليه بتقولي ان هو بيطالبهم او بيساومهم على فلوس؟ هقول لكم ليه يا جماعه. دلوقتي انا في واحده عشمتني بالجواز وقالت لي ان احنا خلاص هنتجوز، وان احنا سمعنا ان في فرش وعفش طلع، وان احنا سمعنا ان كان اخر الشهر في جواز هيحصل. وهي طلعت وقالت لكم اسامه دوت ده الحب والعشق والكلام الفارغ ده كله. واليومين دول هي رجعت لغزه. تقولي لي ازاي رجعت لغزه؟ هقول لكم رجعت لغزه بالشكل اللي انتم شايفينه، اللي هي العفش يرجع شقتها تاني، ابتدي ان انا مبسوطه وفرحانه. في لايفات اتسمع فيها ولادها وهم بيقولوا بابا عايزين الموبايل. هي طلعت بررت بقى امبارح الكلام ده بايه؟ انا هقول لكم طلعت بررت بايه. خلينا بس في موضوع اسامه الاول. اسامه لو عايز حقه، ايه هو حقك؟ احنا عايزين نفهم ايه هو حقك. حقك ان انت اتلعب بيك واتضحك عليك، فهجوزك مش هجوزك، هجوزك مش هجوزك، هجوزك مش هجوزك. وفي الاخر انت عارف ومتاكد ان هي رجعت لابو اولادها. طيب ايه الحق في المواضيع اللي زي كده؟ الحق في المواضيع اللي زي كده ان يتقعد قعدة رجالة، وان يتعرف ان انت كان موضوعك 1 2 3 وتاخد حقك. تاخده ازاي بقى؟ والله ما اعرفش، دي حاجات ما بينكم وانتوا خلصوا المواضيع سكتم بكتم. ولكن كوني ان انا اطلع اهدد على لايفات وهطلع سيديهات وهطلع قصص وهطلع حوارات، فهنا في موضوع مساومة. اديني فلوس انا هسكت ومش هتكلم. لان هي استحاله هتتجوزك غصب عنها، واستحاله حقك ان هي انها تتطلق وترجع تتجوزك. طب انت هتقبلها ازاي؟ طب هي نفسها هتقبلها ازاي؟ وعرفت ان انت سهل ان انت تطلع عليها مره واثنين وثلاثه واربعه، لان اللي بيغدر مره يغدر 100 مره، واللي يخون مره يخون مليون مره. فبالتالي انت مش حقك ان انت انا مش اصلا انا مش فاهمه حقك في ايه ان انت خلاص هي سابتك ورجعت لابو اولادها. فين الحق؟ انت عايز حقك نعمل ايه يعني؟ ترجع لك تتجوزك غصب عنها؟ خلاص هي في كلا الحالات هي اللي هي عايزاه، سواء صح او غلط بتعمله، سواء احنا راضيين على اللي بيحصل او مش راضيين هتعمله، سواء رجوعها لغزة حلال او حرام، طالما هي اللي عايزه فهي اللي هتعمله. احنا ما نقدرش نحكم عليها في حاجه. لايفاتك دي احنا هنعمل لك فيها ايه؟ احنا هنرجع لك حقك ازاي؟ احنا هنقدر نراضيك ازاي؟ طب ايه المراضيه اللي انت عايزها؟ ان انا عايزه افهم يعني. واحده رجعت لطليقها وكانت مع الشماك بالجواز وخلعت، فين الحق؟ ايه الاخدان الحق؟ الا اذا كنت طالع بتهدد مساومه بقى عشان اسكت وعشان اداري على اللي عندي، فادوني بقى من القبيج اللي طار من ايدي. لان كانت البيضه الفرخه اللي هتبيض لك كل يوم بيضه ذهب هي دودو، فلسع خلعت اديت لك البومبه. فانا عايز حقي. طب حقك ده اللي هو ايه؟ ما احناش فاهمين. طب هي عملت ايه؟ انا مش هقول الا اذا يردوا عليا. طب هيردوا عليك في ايه؟ انت عايزهم يردوا عليك في ايه؟ اللي انا شايفاه ان انت بتساومها على فلوس علشان تسكت. طبعا في اللايف بتاعه قال لك بصوا بيهددوني، وفي واحده كلمتني وبتهددني وبتشتم وبتقول وبتعيد، وناس هتيجي وناس هتعمل. هو اليوتيوب والميديان اللي انت بتتكلم فيها المفروض ان انت لما تطلع تقول وتحكي الناس هتعمل لك ايه؟ الناس هتدي لك ايه؟ انا اقول لكم الباشا طالع، طالما انا ما قدرتش اخدك كلك على بعضك فتديني جزء بقى من اللي عندك. اديني القبيج اللي طار من ايدي حته بقى، ضحك عليا ضحك عليا. خلاص يا عم، يعني كم من واحد كان داخل في جوازه واتفشكلت يوم جوازهم على اي سبب وعلى اتفه الاسباب. لا بنشوف يطلع يقول انا عايز حقي، ولا بيتواعد، ولا هنزل فضايح. يعني هتنزل فضايح عن مين؟ عن الست اللي انت كنت عايز تتجوزها؟ يبقى انت كده راجل مش مظبوط. انت كده عارف انها ست مش مظبوطه، فانت بتهددها بالعدم الانضباط اللي كان عندها. وانت كنت راضي على كده وكنت حابب كده وكنتوا طالعين انتوا الاتنين مرفرفين من السعاده ومن الفرحه. ودلوقتي حضرتك طالع تقول لنا حكاوي القهاوي. يا عندك حاجه تطلع تقولها من غير لت وعجن ولف ودوران، يا اما تسكت وحل مشاكلك مع اهلها مش على اليوتيوب، لان اليوتيوب مش هيحل لك حاجه. وكمان راجل ايه ده اللي الست تامن له؟ اللي بمجرد ما تقول له شكرا انا مش عايزاك، انا هطلع لك اللي عندي، انا عندي سيديهات، انا عندي افلامانات، انا هعمل عليكي شغل لمده سنه. هتعمل عليها شغل لمده سنه ليه؟
انت راجل هفق وهي ست قليله ادب، وراجعه الراجل اهفق منك، وانتوا كلكم ناس على قلب بعضكم كده يا ناس، يعني استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ست دودو طبعا طلعت لنا في فيديو سريع السريع وقالت لكم لا تعالوا بقى انا اقول لكم موضوع الجلسه حصل فيها ايه وجرى فيها ايه. وراحت داخله اوضه الليفينج يا ولاد بالركنه الجميله اللي هنقصقص ريشها، ومسكنا المقص علشان ايه؟ هنقص ايه؟ هنقص شريط اللاصق اللي على الركنه الجميله الحلوه بتاعتنا. ايه يا ست الكل موضوع الجلسه؟ ما انتوا قلتوا مش هتروحوا الجلسه. بصراحه يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه، انا اليومين دول بصراحه انا وابو اولادي زي السمن على العسل، والله العظيم زي السمن على العسل. النهارده يا ولاد الخميس، النهارده الخميس، ومع ذلك الفيديو ده نزل في الوقت اللي اسامه فتح فيه اللايف وقال انا هتكلم وما بخافش من اي تهديدات. هي فكرت ان سي اسامه هيتكلم عن رجوع غزه اللي هي مدارياه. يا ستي انت هتفضلي طول عمرك مداريه غزه يعني؟ ولا هو غزه ده يفضل طول عمره متداري متكنكر كده تحت السرير ولا ايه؟ هيظهر. قالت لكم النهارده الخميس، لسه جايبه الولاد من المدرسه، وبصوا المغرب اهو، يعني الدنيا يا دوب لسه اهو مظلمه. بصوا الشباك. يعني دايما تعرفوا ان اللي بيحاول ياكد لكم على شيء فهو بينفيه. الفيديو ده اتصور يوم الجمعه، لانك قلتي انا يعني بصور لكم الفيديو ده يوم الخميس وبشتغل بس بسرعه كده بسرعه، بس انا عايزه اقول لكم كلمتين بسرعه عشان الحق امنتج الفيديو من يوم الخميس المغرب، ما نزلش الا امبارح الجمعه وقت ما اسامه ما فتح اللايف الساعه 9:30 في الوقت ده بالليل. خير ان شاء الله كان النت عندك فيه مشكله؟ يعني فيديو متصور من يوم الخميس المغرب، وانتي في تكايه كده في نصايه عملتيه، في نصايه كده رحتي يلا خدهم بالصوت قبل ما يغلبوكم، ويلا بسرعه كده علشان نلحق نخلص. خير بقى ان شاء الله. الفيديو لا فيه مونتاج ولا فيه حاجه، الفيديو انت عاملاه واقفه بتتكلمي قدامنا بذات نفسوياتك، يعني لا روتين صورتيه طول اليوم ورجعتي بقى لما استريحتي تاني يوم بتمنتجي، ده فيديو بتتكلمي معانا كده، هو مفيش تدخيل صوت على صوره خالص. يعني معنى ان انت قفلتي الكاميرا ان انت رحتي على التيوبه، رحتي على طول رافعاه على التيوبه. خير النت كان عندكم فيه مشكله زي عندنا يا ولاد ولا ايه؟ ولا انتوا ايه مشكلتكم؟ ما احناش فاهمين. الموضوع ان دودو طلعت غلوش على كلام أسامة وطلعت تمهد إنها تظهر غزة وتقول إن إحنا رجعنا لبعض. قالت لكم يا جماعة أنا ما رحتش الجلسة ولا ابو الولاد راح الجلسه، مع ان احنا حياتنا اليومين دول سكر وعسل. امتى السكر والعسل ده حصل؟ من يومين ثلاثه، يعني من اسبوع كده. احنا كنا لسه طالعين وغزه كان طالع بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، مانيش رايح الجلسه بكره، مانيش ان شاء الله ترسي على ترسي، وهموت وهدبح وهقطع وهشفي وهحط في اكياس وهوزع على الغلابه قبل دخله رمضان. ما بين يوم وليله الست دودو اللي كل يوم شغلانه النهارده راجعه لاسامه، لا النهارده هرجع لغزه، لا النهارده اسامه حلو، لا النهارده غزه حلو، لا النهارده اسامه حلو، ارسلك على راجل وخلصين غزه ولا اسامه. ولكن هي اختارت غزه ورجعت لغزه، وده هقوله لكم ايه اللي خلى الناس كلها تطلع تقول لكم ان هي رجعت لغزه. اولا اول حاجه اللايفات اللي بيطلعها اسامه تهديد وتوعيد ليها. تاني حاجة كمية الأكل اللي بقت تطبخها في البيتزا فجأة بقوا يحبوا أكل البيت يا ولاد، ومش قادرة أقول لكم. الفيديو بتاع امبارح بتعمل فيه سبانخ وبتعمل لحمة بكمية كبيرة. قلت لكم أصل أنا وولادي ما بناكلش إلا اللحمة، احنا ما بنحبش الفراخ، احنا بنحب اللحمه. فانا بصراحه جبت اللحمه وهسلقها كلها والباقي اشيله في التلاجة، هاكل انا والعيله الصغيره والعيل الصغير. يعني العيل هياكل ايه؟ حته، التاني هياكل حته، وانت هتاكلي لك حتتين، يلا خير وبركه، يعني كلهم نص كيلو لحمه. انت جايبه كميه لحمه تؤكدي اني اصلا غزه قاعد سبانخ. مين من اطفالنا بياكل يعني سبانخ؟ يعني انا عايزه اقول لك ان كل الاطفال ما لهمش في الطبخات، مش عارفه يعني انت عيالك حابين الطبيخ ذا فجاه كده، ذا فجاه يا ولاد العيال حبوا الطبيخ وحبوا السبانخ وحبوا بقى الرز. ومش قادره اقول لكم دودو خلاص اتشطرت وابتدت ان هي خلاص هتطبخ في البيت ليها والعيلين الصغنطتين قد كده كميات اكل غريبه. دي حاجه. قالت لكم اللايف اللي فات يا ولاد لما صوت بنتي طلع وانا بعمل مونتاج في الفيديو، انا مانيش عبيطه، انا مش عبيطه والله العظيم. لا انا بنتي كانت بتكلم ابوها فيديو كول. يعني بنتك بتكلم ابوها، هي اللي اتصلت بابوها فيديو كول، ولا المفروض اللي انت اللي كلمتي لبنتك ابوها فيديو كول؟
المفروض اني بقى لما انا هكون هشتغل على فيديو امنتجه، المفروض ان انا ما ابقاش مشغوله بحاجه علشان اقدر اطلع اتكلم في الفيديو اللي انا شغاله فيه. فمنين بنتك كانت بتكلم ابوها فيديو كول في نفس الوقت اللي انت بتمنتجي فيه؟ يا حبيبه قلبي ما عندكيش وقت ان انت تستني لما تخلصي. وراكي ايه يا حبيبه قلبي؟ وراكي ايه؟ كدابه كدابه. بنتك كانت بتكلم ابوها اللي في البيت، ما كانتش بتكلمه فيديو كول، لاني لو هي بتكلمه فيديو كول المفروض ان انت اللي اتصلتي على باباها، المفروض ان انت قاعده جنب بنتك لما تخلص كلام مع باباها فيديو كول، علشان ما تمشيش بالكاميرا كده، ما تجيبش الكاميرا عليكي كده، والمفروض انه حرام 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 يشوفك حتى. اي والله العظيم قاعده في بيتك بقى براحتك، لابسه قطايه، لابسه حمالايه، لابسه شورتايه، المفروض ان تبقي قاعده جنب بنتك لما تخلص كلام مع ابوها في الفيديو كول. ولكن من كتر ما انت ما بتلقلقي، ومن كتر ما انت ما بتكذبي، ومن كتر ما انت طالعه مستعجله تعملي الفيديو علشان تمهدي ان انت ان شاء رب العالمين خلاص الجلسه اتاجلت للمره الثالثه. جلسه ايه يا ست اللي كل ما تروحوهاش تتاجل، كل ما تروحوهاش تتاجل؟ طلعت قالت لكم يا جماعه انا ما رحتش الجلسه ولا ابو الولاد راح الجلسه. لا يا اخي بتوع الربابيكه دول ورانا في كل مكان، والله الواحد زهق من بتوع الربابيكه. بس هنا الحمد لله ما بيتكلموش بالميكروفون، هنا بيتكلموا ببقهم، انما في اسكندريه بيتكلموا بالمكبر البشع ده لما بيجيبوا لي هس في دماغي. المهم قالت لكم ايه بقى؟ قالت لكم لا 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 لا, لا. انا والله اليومين دول يعني احنا مندمجين جدا، اسلوبنا حلو جدا، بيطمن على الولاد، بيكلم الولاد، الولاد بيروحوا وبيجوا من عنده. اصل هو كان مكلم البنت قايل لها ان انا لما البنت كانت عنده جايب لها تليفون وانا ما كنتش راضيه ان التليفون ده يجي، فبتكلم باباه في الفيديو كول وانا بعمل مونتاج. قلت له يا بابا هات لي الفيديو بتاع التليفون بتاعي اللي عندك. الدنيا بقت عسل عسل سكر سكر، يعني مش قادره اقول لكم. لا يا دودو انت كدابه، بدليل ان انت طالعه تقولي ان الجلسه اتاجلت. ما قلتيش اتاجلت امتى، ما قلتيش ايه اللي حصل. قلت يا جماعه انا هصور لكم الجلسه وهصور لكم لما نروح مشيخه الازهر وهطلع لكم كل ده. لا يا حبيبه قلبي، انت شكلكم رحتوا الجلسه وكنتوا بتنيموا اسامه في الذره علشان ما يطلعش يعمل اللي هو بيعمله دلوقتي. وهو اكتر واحد اسامه يعرف اذا كنت رجعتي ولا ما رجعتيش، علشان هو اصلا في قلب المعمعه، في قلبكم، في وسطكم، يعني اللي احنا مش هنقدر نعرفه عشان احنا بنشوف اللي انت بتطلعيه على الكاميرا، فهو يقدر يعرفه لان هو عايش معاكم في ارض الواقع، سمع شاف عرف اتقال له حاجات كتير قوي تقدر تخلي اسامه طالع دلوقتي يهددك بالعين وبالحاجب ان هو هيتكلم وهينزل سيديات. طب انت يا اسامه هي رجعت لجوزها بتهددها بايه بقى؟ ان شاء الله عايز ايه من التهديد؟ مستني انت تشوف ايه هي؟ خلينا نقول ان دودو رجعت، انت حضرتك بتقول لها انا هتكلم وهنزل سيديات، ايه المقابل اللي يخليك تسكت؟ اكيد طبعا مش ان انت ترجع لدنيا بعد ما رجعت لجوزها، اكيد طبعا مش ان انت تتجوز دودو، لا المقابل هنا بقى اديني من اللي انا كنت هاخده، ده اللي انا شايفاه. فدودو طلعت امبارح وقالت لكم بسرعه فيديو كده متصور من يوم الخميس وهي بتفرش الركنه في اوضه الليفينج. بصوا يا جماعه النهارده الخميس، وبتاكد لكم ان النهارده الخميس، يعني الفيديو ده مش متصور دلوقتي ولا حاجه، لا ده الفيديو دوت متصور من يوم الخميس، بس الحمد يعني النت كان فيه مشكله ما نزلش الا دلوقتي. ان الجلسه اتاجلت للمره الثالثه. جلسه ايه اللي تتاجل للمره الثالثه؟ انتوا رحتوا الجلسه ورجعتوا وظبطتوا التظابيط بكميه الاكل اللي انت بتعمليها واللقلقه والكذب اللي انت طالعاه والتوتر على وشك وعلى شكلك، خوفا ان الناس تعرف او يبان او يتقال ان انت رجعتي لغزه، فمتابعينك هيقولوا لك انت كذبتي علينا ليه. الفيديوهات لو في فيديوهات هتنزليها بعد كده للجلسه فانت مصوراها من الجلسه اللي فاتت يوم 11/8/11، لاني من بعد الجلسه على طول ابتدوا الناس ياخدوا بالهم اني غزه معاكي في البيت من لايفات ومن فيديوهات بتطلع فيها حاجات سلسله جوزك، كلام بنتك مع باباها في قلب وانت بتعملي مونتاج، وحته فيديو كل والكلام والمحنيات اللي انت بتطلعي بيها دي. كفاياكي كذب بقى، كفاياكي كذب، الناس اتهرت منكم اكاذيب حقيقي، يعني جاتكم القرف. نطلع من قصه دودو لما نقول لكم يا جماعه ريحوا دماغكم، دودو رجعت لغزه، ولو في فيديوهات بدليل الفيديو اللي عملته امبارح واللي على طول قالت لكم فيه تعالى اقول لكم ايه موضوع الجلسه. حضرتك الجلسه كانت يوم 8/11، لو انت فعلا عايزه تكلمي الناس في موضوع الجلسه كنت حضرتك طلعتي من 4 ايام، من 5 ايام، من 6 ايام، من بعد الجلسه بيوم، من بعد الجلسه بيومين، بثلاثه. اشمعنى اول ما اسامه ما طلع باللايف حضرتك رحتي لفحانه الفيديو على طول؟
أسامة يا جماعة بيهدد دودو إنه هيطلع يقول للناس على كل حاجة، هيطلع يقول للناس على الحوارات اللي كانت بتحصل ما بينها وما بينه، وقت ما كانت عمالة كل شوية تقول أنا هرجع لأبو الولاد، لا أنا أنا هاخد أسامة، لا أنا هرجع لأبو الولاد، لا أنا هاخد أسامة. فهو عنده قصص كتير لدودو. يهددك بقى ما يهددكيش، ده مواضيعكم انتوا حلوها مع بعض. لكن الحقيقه ان دودو طلعت، ان دودو رجعت لغزه، بدليل انها طالعه تاكل الناس كده وتاخدهم كده في الحلبقه. قالت كلمتين لموضوع الجلسه، ان الجلسه اتاجلت، ما قالتش اتاجلت امتى. ما نعرفش ايه اللي حصل، ايه اللي جرى، مين اللي حضر الجلسه. انما هي ما حضرتش وابو الولاد ما حضرش، ولكن الجلسه اتاجلت. لا يا ست الكل، لو دي تاني مره لتاجيل الجلسه، فحضرتك اللي انا اعرفه ان الجلسه تتاجل مره واحده. والمفروض ان لو انتوا ما رحتوش، ان هي خلاص يعني ناس ما راحوش هيأجلوا لهم الجلسه 600,000 مره. ليه يعني؟ نفسه يعني القاضي نفسه قوي 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 ان انتوا ترجعوا لبعض، فبيدوكوا الفرصه للمره الثالثه. وطلعت بقى راحت واخداكم في حته كده، قنوات النقد اللي فيهم اللي عليهم، وانا عرفت القصه وانتوا عاملين جروبات. وخدوا بالكم يا جماعه، اقرب الناس اللي بيتكلموا عليا، ولو في خير في الجلسه انا هرجع لابو ولادي، علشان حتى لو هو في بيت وانا في بيت بالاسم بس، فانا هرجع له علشان كلام الناس وحكاوي الناس وقهاوي الناس. إلهي يخرب بيت 26 سنة تعرفوا الكفت والحوارات والكذب. جيل مهبب ب60 نيلة، جيل كده اتلخص معجون أو اتولد في مية كذب، عشت وشربت وقمت ونمت في الحوارات والكذب. انت يا دودو ما تعرفيش تعيشي من غير حوارات؟ انت يا دودو عارفة ان انت مذلولة، عارفة ان انت معكوكة، عارفة ان انت يعني عملتي كتير غلط، عارفة ان انت اللي طلعتي أسامة على الميديا علشان يطلع ويكذب ويسرق ويسندك في طليقك اللي انت حاليا في حضنه دلوقتي. فاشربي من نفس الكاس اللي انت كنت بتدوقي منه للناس. نروح لصدفة. بصراحة يا ولاد، موضوع صدفة ده يعني بقى اوفر قوي قوي. موضوع الحمل ليه نهاية، ليه نهاية أكيد. ولكن انا بصراحه شفت لها فيديو اللي هو كان يوم السفر، اللي قالت انا رايحه اجيب رايحه اعمل الباسبور بتاعي لانه باقي عليه شهرين وينتهي، فانا رايحه اعمله من العباسيه. بصراحه الفيديو ده انا شفت فيه حبه قصص وحوارات انا يعني انا ما حبيتهاش. اولا راحت صورت قالت لكم النهارده انا عندي يوم طويل كده وانا مسافره النهارده ان شاء الله، والنهارده بنجهز. انا مش فاهمه باسبور ايه اللي راح تجدديه اليوم اللي انت مسافره فيه. انا مش فاهمه تاشيره ايه اللي طلعت لبنتك في نفس اليوم اللي انت فجأة كريم قال لها انا سمعت البنت امبارح زعلانه ومتاثره اللي هي لافا لافا، وبتقول هتسيبيني يا ماما وحضني يا ماما وقلبي يا ماما ومعدتي يا ماما. قالت لكم كريم حبيب قلبي 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 هيعمل للبت تاشيره النهارده. يا ست الكل، تاشيره ايه النهارده؟ مش المفروض الاب يوافق؟ يعني إذا فجأةً كده تاخدوا البت وتروحوا تجروا بيها؟ مش المفروض الأب يوافق على السفر ده؟ مش المفروض يكون معاه موافقة بالسفر لبنته إنها هتسافر معاكم؟ فالمفروض إن القصص اللي أنتِ طالعة تحكي وتكذبي على الناس إن هي المفروض تكون متدبرة من قبل كده. كريم عمل تأشيرة لبنتها، فاجئها في نفس اليوم اني عمل تأشيرة لافا لافا. اذا فجأة كده يعني خدوا القرار للافا لافا ان هي لازم تطلع معاهم اليوم ده. هو حب يفرحها علشان ما تزعلش وتبقى ماشية زعلانة وهتسيب لافا لافا فين وتجري من لافا لافا فين. فقال لها لا، لافا لافا معانا. فانا هالحين هروح اجيب تأشيرة للافا لافا. قفلت العربية بعد ما راحت العباسية وعملت الباسبور بتاعها، وهيتاخد الساعة 3:30 ودلوقتي الساعة 11. يا دوب ألحق أروح أغسل الجلابيتين للبيت لافا لافا اللي هتسافر بيهم، وأشتري لها حاجة كمان، وألحق أظبط أموري. يا صدفة وانتي حامل هتولدي على وش ولادة، على وش ولادة يا قلبي. يا اختي اسم الله عليكي، قادرة تعملي كل ده وصحتها الله أكبر. والله اللي أنا أعرفه إني عندك مشكلة في الحمل، ما عندكيش مشكلة، صحتك زي البومب، صحتك مش زي البومب. الحمل كله للستات بيبقى مرهق، وبالذات الفترات الأخيرة. أنا شايفاكي بسم الله ما شاء الله عندك باور زائد وانتي ماشية بقى. وأول ما دورتي العربية وابتديتي تحكي لنا قد إيه كريم قلبه حنين وراح يعمل التأشيرة لبنتك والباسبورت في قلب البيت، قلتي له روح خد باسبور البيت وروح هات لها التأشيرة. يعني فين أبوها اللي هيوافق على الكلام ده؟ فين دوره؟ لا هو ملوش دور، هو ملوش. احنا حاليا هناخد تأشيرة للبت وهتسافر معانا النهارده وخلاص. كذب 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 كذب. اخدت بقى مطب
وهي ماشيه، لو واحده حامل كانت سقطت في ساعتها والله يا ولاد، قدام الكاميرا كده اهو، قدام الكاميرا المطب اللي اخدته وهي مش واخده بالها وهي ماشيه بتصور، وحياه ربنا يعني مرهق. زائد ان عندها بسم الله ما شاء الله باور، يعني ربنا يديك الصحه يا صدفه، ربنا يديك الصحه. اللي انا عايزه اساله يعني، وانت خلاص على وش ولاده قادره تروحي تعملي عمره؟ انتوا عارفين يا جماعه يعني ايه عمره ويعني ايه سفر؟ يعني ايه مشي، كميه مشي قد ايه؟ وبسم الله ما شاء الله احنا شايفينها في العمره الله اكبر صحتها زي الفل. قعدت بقى تحكي لنا قد ايه كريم حبيبها، وقد ايه هو هيعمل لها التاشيره للبت، وخلاص خلص لها. ورحنا قالت لك انا رحت جبت الجلابيه الخضراء دي للبت، وهوب لقيناها في قلب البيت وبتصور مع بنتها. اولا بنتك بتطلعيها مرارا تكرارا، والمفروض ان انت ما تطلعهاش، لان البنت عندها بعض التصرفات غريبه يا صدفه في تصرفاتها. اتكلمي ما تتكلمش. يعني عندها زي رشح في مناخيرها، بتحط ايديها كلها على قلب مناخيرها، ضحكه بيها وشها ببقها. لو قمتي اتنطرتي جبت لها منديل، ولا علمتيها ازاي تبقى قاعده قدام الكاميرا وقاعده تبص لها وخلاص. خلاص مره واثنين وثلاثه البت ايديها على مناخيرها، على وشها كله وهي بتشن. مفيش ادنى نوع من نوع قعدتك انت وبنتك قدام الكاميرا، وترجعي تزعلي لما يقولوا لك بنتك. طب ما انت اللي مصدره سلوك بنتك السيء، انت اللي مصدره قعده بنتك الغريبه. المفروض ان بنتك لو عندها مشكله في التخاطب مع الناس، او ان انت تكلميها قدام اللايفات، البنت بتظهر بشكل مش كويس. حرام عليكي، حرام عليكي. مش معنى ان البت بتجيب لك مشاهدات البت سلوكها غير طبيعي يا حبيبه قلبي، حرام عليكي. لحد ما انت بقى ما تظبطي الدنيا دي، ولحد ما انت ما تظبطي بنتك وتقدر تبقى فاهمه، تقولي لها سلمي على الناس ترد يا بنتي حرام عليكي، حرام عليكي اللي بتعمليه ببنتك. تزعلي لما الناس يجيبوا سيرتها. دي كانت الست صدفه. انا بس سؤال، انتوا بتكذبوا ليه؟ هو انت دلوقتي لما تطلعي تقولي للناس انا خدت موافقه ابو البنت والبنت مسافره معايا ومرتبين كل ده من قبلها بيوم او اتنين، ده احنا الواحد بيجهز الشنطه قبلها بيوم. يعني الشنطه قبل اليوم اللي احنا نسافر فيه بنبقى الشنطه متجهزه وكل حاجه متركنه، عارفين هنعمل ايه، ورقنا بيكون خالص قبلها بفتره. مش كل حاجه يوميها. تاشيره بنتك في يوميها بدون موافقه الاب. جواز سفرك اللي بتجدديه ولسه باقي عليه شهرين. طب اما الجواز لسه باقي عليه شهرين مستعجله على تجديده ليه؟ وانت اصلا رايحه 15 يوم وراجعه. يا ستي روحي احضري ال 15 يوم، ولما بعد ما ترجعي من العمره روحي جدديه. كله حبك في يوم واحد، يوم السفر. يوم السفر، يوم السفر احنا بنعمل كل حاجه. نزلت جبت للبت لبس، وجبت وعملت تاشيره، ورحت جددت الباسبور، واهل والاهل هنا. حبيبه قلبي، البني ادم بيبقى مخلص كل ترتيبات السفر، وبيبقى سايب اول اليوم اللي قبل السفر واليوم اللي قبله للناس تيجي تسلم عليكي، تيجي تقول لك الف مبروك، تروحي وترجعي بالسلامه، ادعي لنا، حاجات كتيره قوي. ومع ذلك كل ده اكاذيب في اكاذيب في اكاذيب. كمان موضوع بطنك بصراحه اللي عمال يكبر ويصغر ده، ارسلك على حل يا وليه. يعني يا كبيره يا صغيره، المفروض ان الحمل كل يوم البطن بتكبر، كل يوم البطن بتكبر. ولكن خلينا نشوف ايه نهايتها معاكي يا صدفه. ولكن كفاياكوا كذب، كفاياكوا كذب، الكذب باين قوي. نروح لنقة قلبي، نقة قلبي وحبيبة قلبي، والعريس اللي اترفض يا ولاد عشان خاطر ميسيو جاتو 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 جاتو. لا يا ست الكل، احب انا اقول لك اني اصلا ما فيش عريس، في كذب وتعودتي على الكذب. ما تطلعيش كل يوم والتاني تقولي لنا بناتي 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 وست بناتي، لان انت بالفيديو اللي انت طلعتيه بتاع قرار الزواج اذا كنت هتقبلي بالجوازه الثالثه ولا مش هتقبلي، فحبيبه قلبي انت قلتي حاجات كتير تقولي ان انت كنتي السبب في بعد ولادك عنك، ان انت من احلامك الطمع اللي عندك والجشع اللي عندك ان انت كنت عايز تعملي فلوس. من كتر ما انت ما فكرتي في نفسك في الجوازه الثانيه من رضا، وبنتك بعدت عنك وقعدتي تقولي اصل بنتي كانت بتحبني وعايزه راحتي وعايزه سعادتي، ولادي بيحبوا راحتي. ولادك اللي بيفكروا في سعادتك، مش انت اللي بتفكري في سعادتهم. هرموناتك طافحه عليكي، مش عارفه يعني انت عايزه ايه. انا صغننه وانا حلوه ويجيني 100 عريس ويجيني مليون عريس. يا اخي ده كفايه طريقه الاكل يا مختله نفسيا اللي انت بتطلعي بيها تقرف 100 مليون الف راجل. يعني يكفي، يعني يكفي الصوت اللي طالع من طريقة أكلك حاجة مقززة وحاجة تقرف. لا أنت في طريقة أكلك للمحشي نظيفة، ولا أنت في البيتزا نظيفة، ولا أنت في أكل الشاورما نظيفة، ولا أنت في نفسك أصلا بني آدمة حقيقي يعني نظيفة.
يعني حقيقي حقيقي بني ادمه مقززه من كل شيء. واولا احنا رجعنا نشتم تاني ليه في القنوات، ونشتم تاني ليه في مخاليق ربنا؟ نشتم ليه تاني؟ والناس المتخلفة ذهنيا اللي عايزين عيال مصرية يطلعوا يقروا لهم قرآن على الكاميرا. هم عيال مصرية كان ليهم محتوى على قناتها عشان تطلع لكم ولادها يقروا القرآن؟ هي مصرية كانت بتطلع تقول أنا ولادي حافظين، أنا ولادي حافظين، أنا ولادي بيصلوا، أنا ولادي قايمين. أنا مصرية ولادها مش محتوى في القناة علشان حضراتكم تقولوا المصرية اطلعي طلعي ولادك يقروا لنا القرآن. لا، حضراتكم اللي المفروض بيقول أنا ولادي بيصلوا 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 بيصلوا، المفروض هم اللي يطلعوا يخلوا اولادهم يقروا قران، بدل ما تقولوا لاولاد مصريه اطلعوا اقروا لنا القران وهم اصلا مش محتوى في قناتها، وهم اصلا مصريه ما بتتكلمش عن ولادها كل يوم صلوا صاموا اكلوا شربوا مستورين مكشوفين. يبقى هم اللي يطلعوا يقروا القران قدامكم. اطلبوا من نقه ان اولادها هم اللي يقروا القران. اطلبوا من نقه ان هي تخلي ميس جانو يقرا لكم اي صور مصغره من القران. مش تطلبوا من مصريه ما تبقوا شايفين الحقيقه وتغموا عينيكم وتقولوا لا الحقيقه مش كده، ده كذب كذب كذب. والله العظيم انتوا ناس متجنيه ومتبليه، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. بصوا للست اللي كل قصصها طالعه انا صغيره، انا جالي مليون عريس. يا اختي من مليون عريس اللي ما يترفضوش ابدا كنت نقي واحد منهم يا اختي لبنتك. بنتك الابدا ان انت تجوزيها وتسطريها، بنتك فيروزه اللي انت يا حرام كنت واخده بالك، خدتي بالك من السفريه بتاعه الامارات ان انت يعني كنت بعيده عنها قوي 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 قوي. اه طبعا، اه طبعا انت بعيده عن الكل، انت المهم نفسك. انت طلعتي بذات نفسك قلتي البني ادم لازم يشبع نفسه عشان يسعد اللي حواليه، يسعد نفسه عشان يسعد اللي حواليه. اه البني ادم المفروض يسعد نفسه، بس مش كل حاجه انا نفسي. مش نفسك هي كل حاجه. المفروض ان الاولاد لازما برضو تفكري فيهم، المفروض اللي حواليكي لازما برضو ياخدوا جزء من التفكير فيهم، تقدري تسعديهم. الدنيا هات وخد، انما انت اتعودتي تاخدي وطالعه تقولي انا بعدت عن ولادي. يا ولاد لما شفتوا صوابعنا وهي متشبكه عشان ناخد بصمه ايدينا، دي تتخانق تمسك ايدي ودي تتخانق تمسك ايدي. لا يا اختي نفضي للعريس وقعدي امسكي في ايد اولادك ليل نهار، حطيهم يا اختي في حضنك ولملمي نفسك، بدل ما انت طالعه كده ما بتفكريش غير في نصك التحتاني، وانا حلوه وانا مرغوب فيا وانا معرفش ندور ايه. مرغوب فيكي بناء على ايه؟ لا شكل، لا منظر، لا تربيه، لا اخلاق، لا اهل اصلا يعلموك الصح من الغلط، لا اهل يوقفوك يقولوا لك اللي انت بتعمليه ده عيب خليتي شكلنا وحش. ابو منا فين دوره من المهازل دي كلها؟ ولا نعرف. ابو منا زايط في الزايط وعايط في العايط، ونفس الكلام ونفس الهرمونات. انا حلو، انا امين، انا مسكر، انا زي الفل، انا زي السكر، انا محدش زيي. احنا ولاد ناس. انتوا والله العظيم كل يوم بتثبتوا ان انتوا ما انتوش ولاد ناس. اصل مش ولاد ناس المنصب او ان ابويا مستشار او انا رحت اتعلمت في الحته دي او انا من عيله كبيره. ولاد الناس اللي يعرفوا في الاصول ايا كانت بيئتهم، ايا كانت تربيتهم، ايا كان مستواهم، ايا كان تعليمهم، ايا كانت ثقافتهم عامه في الحياه كلها. دول ولاد الناس اللي هم بيبقوا متربيين، اللي يعرفوا الصح من الغلط. ولكن القرف اللي احنا بنشوفه ده كله، انتوا لا انتوا ولاد ناس ولا متربيين ولا بتعرفوا في الصح والغلط، بما فيهم بقى دودو وغزة وأسامة وصدفة وكريم والهيصة والزيطة، كلكم على قلب بعضكم ناس كدابة منافقين ما بتدوروش غير على الفلوس اللي بتيجي من الطريق السهل، ولكن مش حلال ولا حرام بقى هنقدر نقول الكلام ده. خلينا يعني افتكرت حاجه وانا بتكلم ان دودو قالت لكم ايه. بتكلم قنوات النقد في اخر كلامها وبتقول انا اذا كنت بضر نفسي، انتوا بقى بتطلعوا تتكلموا عليا وتقولوا عليا كذا كذا، هل فلوسكم حلال؟ انتوا فلوسكم حرام. لا يا ست الكل، اللي فلوسهم حرام اللي بيطلعوا يكذبوا، اللي بيطلعوا يعيشوا في الحرام بلسانهم. لما طلعتي فتحتي لايف وقلتي ان فلوسه حرام وبياكل من الربا وبيصرف من الربا وانه شمال وانه يعني في كل العبر، وعشتي معاه ورضيتي وانت عارفه ان فلوسه حرام، وعشتي ورضيتي ان انت تاكلي حرام، بخلاف فيديوهاتك ولايفاتك اللي انت مشغله القناه بيها بالكذب والحوارات والتجني وقله الادب والسفاله وكل حاجه. فانتوا اللي فلوسكم حرام، مش احنا اللي بنطلع نقول لكم هنا صح هنا غلط، حصل كذا وصل كذا. اللي انتوا بتطلعوه على العام، احنا ما بنجيبش حاجه من بيوتنا، احنا بنطلع نتكلم على اللي بيطلع من بيوتكم انتوا على العام، ومن طلع للعام يا ست الكل حقه للعام. فقبل ما تطلعي تقولي القنوات النقد فلوسهم
فلوسكم حرام. خدي بالك انت بس وشوفي انت بتقولي ايه، لان انت اللي كنت عايشه في الحرام مع غزه. انت قلتي انه بياكل من الربا، وانه فلوسه حرام، وانه عيشته حرام، وانه بيمشي حرام، وانه بيشرب وبيسكر وحشاش ونتاش وحرامي وسرق فلوسك. فمن جهه اللي معروف مين اللي بياكلوا حرام، بخلاف التصوير وكذب وحوارات اليوتيوب، فانت بذات نفسك اعترفتي بذات نفسك ان انت كنت عايشه انت وعيالك في الحرام من ابو اولادك. فاذا كان اللي عايشين من الحرام، فانتم اللي بتطلعوا تعملوا قصص وحوارات على الناس. اما موضوع صدفه حملها وقصه حملها وكذبه حملها، يا هتنتهي بان هي صادقه وكانت بتعمل حوارات على الناس وتكبر وتصغر بمزاجها علشان تخلي الناس يفضلوا يتكلموا وربنا يكرمها بطفل وان شاء الله تبقى الدنيا تمام، يا اما السفريه اللي جت فجاه قبل سفريه او قبل عمره اختها ياسمين، او اللي جت فجاه كده ما نعرفش ايه سببها، اني ممكن نقول اجهضت علشان المجهود اللي عملته في السفر. لاني صدفه قبل كده طلعت وقالت اني حملها في اول شهر 12، يعني اجلا ام عاجلا، يا خبر النهارده بفلوس بعد اسبوعين هيبقى ببلاش، ونعرف اذا كان في حمل من اساسه ولا ما كانش في حمل. ما تستعجلوش، اليوتيوب ده كله اوضه وصاله، والحقيقه هتبان في يوم من الايام. الكذاب والخداع والغشاش مسير الناس تعرفوا على حقيقته، وولاد الناس برضو اللي ما بيكذبوش مسير الناس يعرفوهم على حقيقته. لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص. اللي وصل لحد هنا يحط اللايك اللي انا نسيت اقوله لكم، اللي هتتشكوا في صوابعكم يلا ما حطيتوا اللايك للفيديو. اشكركم جدا جدا، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.